شهداء معركة الواحات بالأمس. إسلام وكأنه كان حاسس يعني وهو بيكتب على الفيسبوك، كتب في يوليو الماضي بينعي زميله المقدم تامر شاهين عقب استشهاده في إحدى المأموريات، وقال فعلا الشهادة دي مش لأي حد وخلاص، ربنا دايما بيختار اللي يستاهلها. وكتب أيضا مبروك عليك الشهادة يا تامر يا شاهين، ربنا يشهد انك تستاهلها وطلبتها بصدق ونلتها بحق الله. و3 أشهر وإسلام نفسه استشهد. وبقول لك أنا يا إسلام مبروك عليك الشهادة يا إسلام يا مشهور، وربنا يعني ربنا يصبر أهلك، وربنا يعني أكيد أنت في مكان أفضل كثيرا. عايز أكلمكم كمان على النقيب عمرو صلاح. النقيب عمرو صلاح أيضا اللي قضي أو يعني استشهد في العمليات، هو من العمليات الخاصة، أنا أسفة للعسمة يعني، ولكن النقيب عمرو صلاح شارك في فيلم الخلية هيتكلم عليه. هنسأل دلوقتي طارق العريان، لكن معايا صديقه أيضا الفنان المطرب رامي جمال. رامي مساء الخير. مساء الخير يا مدام دنيا. قول لي على عمرو، كلمني عليه. بص، انا مش لاقي حاجه اقولها لك غير ان انا في الدنيا ناس قليله قوي بتشوفيها بتبقى خيرها للناس كلها، جدعنه مفيش، مش مربوطه بمقابل، جدعنه مع القرب والغرب، ضحكه ما بتمشيش. انا صاحبي عريس، يعني انا صاحبي عريس، انا صاحبي النهارده عريس، ولو هم فاكرين ان احنا بنتكسر والله ما بنتكسرش. انا صاحبي عريس وواقفين ما بناخدش عزا. رامي انت تعرفه منين؟ انت كان جارك ولا كان ايه؟ عمرو جاري في العماره بقالي 14 سنه. 14 سنه. يعني عمرو اصغر مني ب5 سنين، فانا تقريبا شفت عمرو وهو لسه يعني صغير قوي يعني. بيتجوز؟ عنده ولاد؟ لا لسه ما اتجوزش. عمرو كان لسه مخلص شقته وكان ناوي يتجوز. اهله اخبارهم ايه يا رامي؟ اهله زي بقيه اهالي المصريين، بيموتوا ربنا يصبرهم، بيموتوا. محدش يعني، هما بس بيسالوا سؤال واحد بس: ولادنا بقت رخيصه. احنا على فكره موضوع يعني طبعا عمرو